السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير دائما إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كيف كتشاهدوا معايا غادي نخدموا هاد الموديل هاد الموديل غادي نحتاجوا فيه خيط ديال الحرير ديال الجرارة كيف كتشاهدوا معايا، ثم غادي نحتاجوا هاد العقيقات هادو لان غادي نخدموهم حتى غادي نركبوهم حتى غادي نخدموا الموديل بطبيعه الحال بواحد الابره رقيقه اللي كتدخل العقيق، ثم طبيعه الحال ابره الكروشي النمره 12. اذا هاد الحرير هاد الخدمه هذه مخدومه بخيط الجراره كيف كتشاهدوا. هاد الخيط هذا يعني كندوبلوه على 4 شعرات، هذا كيكون فيه واحد، ثم كندوبلو على 4 جرارات، 3 جرارات اضافيين على هذا الكبير، وكيوليو عندي 4 الخيوط يعني 4 شعرات. اذا نشوفوا الموديل كيفاش غادي تخدم. كيف كتشاهدوا معايا هو على هذا الشكل زويون، كيعطي واحد المنظر غزال. عمرنا بهذا العقيق، عمرت هاد الفراغات هادو بهذا العقيق. هذا عقيق الزمرد ديال الخيط. نشوفوا طريقه عمل الموديل مباشره. اذا خليكم معايا الى نهايه الفيديو، وما تنساوش البنات لي لايك والاشتراك في القناه، طبيعه الحال تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالها ان شاء الله. اذا الى طريقه العمل. بطبيعه الحال هو الخدمه ديال هذا الموديل هي سهله جدا، ممكن انك تخدميها على الثوب مباشره، ممكن انك كتديريها سلته من الفوق الى من الاسفل حتى الفوق، يعني من الجلابه كامله. ممكن كذلك تخدم القفطان، يعني ممكن هي كتكون عريضه ماشي على شكل، ممكن انك ديريها على شكل نسطوق، ممكن انها تكون من الاسفل. اذا كنخدم السلسله الاولى هكذا، ثم غنخدم 3 السلاسل، 1 2 3، ثم غادي نجي لهنايا هكذا وكنخدم 3 الاعمده او 2 دابا لان خدمت السلسله، اذا غادي نخدم 2 الاعمده اضافيه. هادشي بطبيعه الحال في نفس الغرزه، ثم غندير سلسلتين، ثم كنمشي تاني نفس الغرزه وكنخدم 3 اعمده هكذا، ثم غادي نخدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ثم سلسله، ها السلسله 12 اللي غادي نخدم، اللي خدمت دابا هي غادي نخدم فيها الصدفه ديالي. هاد السلسله هذه اللي خدمت في الاخير، يعني غادي نخدم 3 السلاسل، واحد يعني خدمت 11 10 السلاسل، ثم ال11 هي اللي غادي نخدم فيها السلاسل ديالي، ثم غادي نخدم دابا 1 2 3. غنجي لهاد السلسله هذه اللي وقفت فيها هنايا، غادي نخدم فيها غرزه الصدفه هكذا، ثم سلسلتين، ثم غنخدم تاني 3 اعمده هكذا بهذا الشكل هكذا، ثم غادي نخدم 6 الاعمده، 1 2 3 4 5 6. غادي نلف على الابره على الخيط، غادي نجي هنايا حسبت كما قلنا 10 11 عمود، 11 سلسله عفوا، 1 2 3 4 5 في السادس، الغرزه السادسه، يعني بحال غنخليو هنا 5 ولا هادشي 5، غرزه 6 غادي نخدم، نشد هكذا، غادي نخدم عمود، غادي نخرج اللفه الاولى هكا، ثم كنخرج من اللفه الثانيه هكذا، ثم 1 2 3 السلاسل، وغادي نلف لفه واحده ولكن كنخرج 2 الخطرات، يعني غنجي لنفس المكان هكذا،
باش نكون واحد في عندي هنايا ديال عمودين. غادي نخرج من الغرزه الاولى ثم من اللفه ثم هكذا، ثم غادي نخدم ثاني ستة سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. وهاد الغرز هادو ضروري يكونوا مجموعين. غنجي ثاني الصدفه ديالي اللي هي هذه، وغنخدم فيها الصدفه عادي 3 الأعمدة، سلسلتين و3 أعمدة. سلسلتين ثم 3 أعمدة. هاد الصدفه هذه غتبقى عندي دائما في الجانبين هكذا. ثم غنطلع ب4 السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. ثم غنقلب الخدمه ديالي هكذا. غنجي تاني فوق الصدفه غادي نخدم صدفه عاديه 3 الأعمدة، سلسلتين 3 الأعمدة. خدمه سهله جدا والموديل كيجي زوين في اللبسه. جوج ثلاثة. اذا هنايا في البدايه درنا 6 سلاسل، هنا غادي ندير 4 سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة، 4 سلاسل. غنلف الابره عادي فوق في الخيط على الابره، ثم غادي نخدم هنايا 11 عمود. غنخدم 11 عمود عادي بلفه واحده، جوج ثلاثة أربعة خمسة. أنا غنحسب نخدم 11 عمود بسرعة. عمود. اذا خدمت 11 عمود. غادي نخدم تاني 4 سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة، ومباشرة كنمشي للصدفة كنخدم فوق الصدفة. ثلاثة الأعمدة، سلسلتين و3 أعمدة هكذا. ثم 4 سلاسل، جوج ثلاثة أربعة. ثم غنقلب الخدمه ديالي هكذا. غادي نجي تاني لهنايا وكنخدم تاني الصدفه من جديد، جوج ثلاثة واحد جوج ثم 3 أعمدة. هنا غادي تولي عندي جوج سلاسل، وغنلف الابره جوج الخطرات هكذا، جوج لفات، وكنجي للعمود الاول غادي نخدم عمود بلفتين، مفهوم؟ ثم غندير 3 سلاسل، غادي نلف تاني لفتين، كنفوت واحد العمود هذا ما غنخدموش وكنخدم في العمود الموالي هكا. ثم غندير 3 سلاسل، ثم غنلف لفتين، غنفوت عمود وغنخدم في العمود الموالي بلفتين.
ثم 3 سلاسل، 3، ثم غنلف لفتين هكذا، ثم كنفوت عمود وكنخدم في الموالي. حاولوا ان ما يكونش العمود طويل بزاف، كنجمعوه هكذا، ثم كندير 3 سلاسل، يعني غيكون اطول من العمود العادي فقط بشويه، ثم كنخلي هذه تاني وكنخدم في العمود الموالي. اللفه الثانيه ثم الغرزه الاخيره كندير 3 سلاسل مره اخرى، كنلف لفتين وكنخدم في العمود الاخير. غنخلي هذا ونجي نخدم في العمود الاخير. علاش غادي نخدموا 11 عمود في السطر السابق؟ مفهوم؟ غادي يوليو عندي هنايا 5 الفراغات، 1 2 3 4 5. مفهوم؟ حصلت على 5 الفراغات هكذا. ثم غادي ندير سلسلتين، 1 2، غنمشي للصدفه. الخدمه ها هي بدات، غادي تبدا تبان، وكنبداو نكرروا. ملي تسالي واحد المرحله كنبداو نكرروا المرحلات حتى كنساليو الخدمه ديالنا، السويفه تاعنا ديال الجلابه. ثم 3 الاعمده في نفس الغرزه. هنا تاني غادي نطلع ب4 سلاسل وغنقلب الخدمه تاني، وغادي نخدم تاني هاد الصدفه. انا غادي نسرع هنايا الفيديو. هنا كملت الصدفه ديالي. هنايا تاني هنايا غادي ندير سلسلتين وغنجي لهاد الفراغ الاول. هنايا غنلف لفه ثم كنجي لهاد الفراغ الاول، غادي ندير اللفه الاولى وكنخرج، عفوا هنا شد الخيوط تاعي، ثم كندير اللفه في الابره وكنجي للفراغ، ثم كنخرج من اللفه ونخلي في الابره. ناخذ ثاني لفه اخرى وكندخل في الفراغ، كنخرج من اللفه وكنخلي في الابره، ثم ناخذ اللفه الثالثه ونخرج من اللفه هكذا، ثم نخلي في الابره الغرزه الاخيره الرابعه، اللفه الرابعه، ثم اللفه الخامسه. مفهوم؟ بحال درت 5 الاعمده في مكان واحد ولكن بغرزه واحده في الاخير. ها هما هكذايا. ثم كندير سلسلتين وكنمشي للفراغ الموالي هكا، ثم كنخرج من اللفه، ثم كندير لفه ثانيه ونخرج من اللفه، ثم كندير اللفه الثالثه، اللفه الرابعه، اللفه الخامسه. مفهوم؟ 5 اللفات وكنخرج الكل، ثم كندير السلسله الاولى والسلسله الثانيه، ثم مره اخرى في المجموعه في الفراغ الثالث كذلك تندير اللفه الاولى، اللفه الثانيه، ثم اللفه الثالثه، اللفه الرابعه. يعني كنخرج، ضروري تخرجي من داك الخيط اللي في البدايه وكتخلي الغرزه الاخيره فقط، ماشي داك الغرزه اللي نخليو الخيط في الابر كلهم. هذه غير الغرزه الاخيره اللي كنخليو. كنجبد الكل ثم كندير الغرزه الاولى والغرزه الثانيه كنسد بهم، ثم كنجي للمكان الفراغ الثالث كذلك نفس الشيء، 5 لفات وكنخرج من اللفات وكنخلي في الغرزه الاخيره. ثم الخامسه وكنخرج في الكل، 1 2، ثم كنمشي للفراغ الاخير الثالثه، ثم الرابعه،
ثم اللفه الخامسه هكذا، وكنخرج من الكل، ثم كندير سلسلتين الاولى الثانيه وكنمشي مباشره للصدفه. مفهوم؟ هكذا غادي يكون عندي هنا سالات المرحله الاخيره ديالنا تاع الزواقه. كنبدا دابا بدايه المرحله من جديد، جوج سلاسل 3 اعمده. انا غنوريكم كيفاش غادي نبداو المرحله الثانيه من جديد. بطبيعه الحال كنطلع ب4 السلاسل وغنقلب الخدمه ديالي هكذا، ثم كنخدم ثاني غرزه الصدفه. كيف قلت راها سهله جدا، سلسلتين ثم 3 اعمده في نفس المكان. كنخدم بالواضح هكذا. هادشي علاش كنبغي نخدم في الصوفه باش تبان لكم الزواقه مزيان. هنا ملي درت الصدفه وكملت هاد الغرزات هادو، هاد الشكل هذا، غادي نخدم ثاني 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، بشرط انهم يكونوا مجموعين، ما تكونش واسعه. يعني تكون الا كانت يدك واسعه في الغرز فقط ديري 5. غنلف الابره ديالي بحال هكذا، كنجي لهاد الوسطى، هاد الوسطانيه هادي عندي جوج من هادشي بقاو هنا، جوج من هادشي. اذا هاد الوسطانيه هادي لان دايرين 5، هاد الوسطانيه كندير فيها عمود هنايا، نشد في الوسط ديالها وكنشد العمود ديالي. كناخذ اللفه الاولى هكا، ثم نخرج من اللفه العاديه، ثم كنخرج الغرزه، ثم غندير 3 سلاسل كما درنا في البدايه ديال الفي. غنلف لفه واحده ولكن كنخرجها مفرقه. كنخرج من هذا الخيط هذا الاول اللي جبت الثاني، ثم هذا اللفه هكذا، ثم كنخرج من هذا، ثم غنخرج من الغرزه الاخيره. مفهوم؟ ثم كندير ثاني 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ثم كنمشي للصدفه ديالي من جديد. صافي هكذا غادي نخدموا الغرز الموديل ديالنا الى نهايه السفيفه ديالي. القياس اللي غادي نخدم 2 سلاسل ثم عمود 3 اعمده طبعا. مفهوم؟ هكذايا غادي تبدا الزواقه ديالتنا كتبان. هنا ثاني غادي نخدم فيه الاعمده اللي خدمت في البدايه، يعني بحال كذا ثاني غنخدم ثاني 11 عمود. هنا كنرجع ب4 السلاسل، غنخدم الصدفه دابا ونرجع معكم. اذا ملي خدمت الصدفه ديالتي من جديد، هنايا عندي هاد في هادي دابا في هاد السطر هذا غادي ندير 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم غادي نمشي وسط هاد في هادي وكنخدم 11 عمود، يعني الاعمده اللي خدمنا في البدايه. هنايا غنخدم 11 عمود كاملين هنايا متراصين ما بيناتهم حتى شي سلسله، 11 عمود كامله. اذا كيف كتشاهدوا معايا خدمت 11 عمود هنايا، 11 عمود، ثم كنخدم 4 سلاسل اللي عندي في الفراغ ثاني، يعني في السلسله ديال الفراغات. هنا غادي نخدم خدمت هنا 11، ثم غادي نخدم هنايا 1 2 3 4، وكنمشي مباشره للصدفه ديالي، ثم تنخدم هاد السلاسل هادو. كنبقى غادي كنخدم ثاني هادو، كنبقى نعاود مرحله بمرحله كتبقى غدا وكتكون عندي هاد الشكل هذا، يعني مرحله بمرحله في هذا الشكل هكذا. الموديل حتى كيولي عندنا الموديل في هذا الشكل هكذا. بالنسبه لهذا العقيق البنات راه كندخلوه بالابره فقط، يعني هذه الابره هذه كنركبوا لها الخيط تاع نفس اللون باش خدمنا. طبيعه الحال تكون كدوز العقيق هكذايا، يعني تكون كدوز العقيق كتكون رقيقه. صافي كتركبي العقيق في هذه الفراغات اللي درنا هنايا، اللي هما هاد الفراغات هادو، يعني كنديرهم في هاد الفراغات ثم كنديرها في هاد في هادو هما الاماكن اللي درت فيهم العقيق، كديرهم فقط بيدك. اذا كنتمنى انها تكون واضحه.
كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه ولي لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدين، باش يتعلموا حتى هما معنا وينضموا لنا للمجموعه تاعنا. شكرا لكم جميعا، والى فيديو ودرس جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.